السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناة ديالي. إن شاء الله اليوم غتشوفوا واحد الشهيوة ديال البطبوط بحشوة مالحة ولذيذة جدا جدا بخمسة أشكال وأنواع من الدقيق. هذا البطبوط صحي ولذيذ في نفس الوقت. إن شاء الله غادي تشوفوا معايا الفيديو، غادي وفرجة ممتعة، وبقاو معايا حتى تشوفوا. هذا هو الخليط ديال خمسة انواع ديال الدقيق وهذه الحشوة. شوفوا، هذا دقيق الشعير، وهذا دقيق القمح الكامل، وهذا دقيق الاسمر العادي، وهذا الفينو دقيق القمح الصلب الفينو، ثم عندنا الدقيق الابيض. ودابا شوفوا معايا المقادير بالعربية وايضا بالفرنسية. دابا تشوفوا ان شاء الله المكونات كلهم كيفاش غادي نخلطوهم. غادي نبداو نديرو ملعقه صغيره ديال السكر، ثم ملعقه صغيره ديال الملح، ثم الخميره الفوريه 7 غرام، و9 غرام او 8 او 7 ديال الطريه الطازجه الخميره، وكنخلطوها هيدا بين جوج يدينا. وكنضيفو دابا زيت الزيتون، والنصيحه خليوها حتى الاخير هو احسن باش تخمر مزيان العجينه. كنضيفوا كاس من الماء، ثم كاس اخر من كاس عنبه. وكان دابا غادي تشوفوا تشاهدوا معايا كيفاش كنخلطوا، يعني ما كنحتاجوش الاله الكهربائيه والخلاط الكهربائي او الدلك ولا حتى شي حاجه، كله كنخلطوا بديك الخلاط اليدوي. دابا غتشوفوا الحشوه كيفاش كنديروها. واحد ملعقه كبيره فيها قزبور ومعدنوس وشويه الثوم مفروم، واللي ما كعجبوش ما يديروش، ولا ديروا القليل جدا. وواحد ملعقه ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ولا بغيتو تعملوا شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر. اللي كنخلطوا هيدا فوق النار مرتفعه. دابا غادي نهرسوا 3 ديال البيضات ونخلطوهم مزيان بالفرشيطه هكذا، ونضيف له شيئا ما من الملح، ونضيف البيض المخلط لهذه الحشوه للسبانخ والجلبان الاخضر. وماشي غنطيبوهم بزاف، شويه يبقاو شويه رطب. دابا غادي نبداو ان شاء الله بحول الله كيفاش غادي نقرصوا هاد الكريسات. غادي نقطعوا وغادي نحصل على 12 من 700 غرام ديال الدقيق لهذا الخليط من الدقيق. وفي الوسط كنعملوا دابا الحشوه والجبن الطري، وكنشدوهم بهذه الطريقه هيدا، ونبسطوهم واحد شويه ماشي بزاف باش ما تخرج لكم شي الحشوه. هكذا للمره الثانيه كتشوفوا كتشاهدوا معايا كما كتشوفوا. والدلك داك المدلك الا بغيتو دوزوه دابا هي خليناهم خمروا. غادي نبداو ان شاء الله. لاود غنضغطوا عليهم شويه في المقله، وندهنوا شويه بالزيت بالعافيه، ماشي مرتفعه، متوسطه هكذا. ملي كنقلبوها عاوتاني كنبسطوهم شويه. ها هما البطبوطات ديالنا بديك الحشوه اللذيذه الصحيه، واللي كيعجبو الصحه ديالو تكون مزيانه. ها هو البطبوط موجود. جاتني الفكره قلت غادي ندير هذا البطبوط، هو بديك النكهه ديالو زوين بزاف مع البيض والجبن. دابا تشوفوا كيفنا هو من داخل، غادي يعجبكم بزاف بزاف. ها هو البطبوط، غير هو فيه ديك الحشوه هي لذيذه مع الجلبان، هو شويه فيها شويه الحلاوه. شوفوا من داخل الخبز البطبوط رقيق والحشوه. دابا ان شاء الله قبل ما نوصل الى نهايه الفيديو تراو معي كيف نحتفظ بهذه البطبوط في المجمد، في هذا الفيلم اليمونتير ومن بعد كديروه في ديك بلاستيكات ديال الاحتفاظ في المجمد. وكنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم. غادي تذوقوها وتردوا عليا اذا عجبتكم، فهي سهله للغايه وناجحه 100%. هي منعشه. ورمضان كريم،
واحلى رمضان مع العائله، وتشوفوا معايا هذا الفيديو و... وباركوا لي وباركوا لي هذا الفيديو ان شاء الله ينجح ليا، والاعجاب والتعليقات ديالكم الحلوه، باش نزيد لكم في المزيد ان شاء الله الا بغيتوا الحلوه ديال العيد. وها هي بثلاثه لغات، بالايطاليه بالالمانيه وبالاسبانيه، كل شيء هو عندكم موجود. وشوف على البطبوط كي داير لذيذ لذيذ بزاف. وان شاء الله فرجة ممتعة وبصحتكم وراحتكم. الى اللقاء.